اهلا وسهلا بكم في بيج الفرعون والكتكوت. في ايه يا بنتي؟ ايه بحيي الفانز. هو احنا في مسرح؟ بقول لك ايه، ما تاخدنيش في دوكا ما تاخدنيش في دوكا. اول حاجه بقى صلوا بينا على النبي، تاني حاجه كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك. بمناسبه الايام الحلوه المفترجه الجميله دي عاملين مسابقه صغنونه نونو نونو كده. تمام. في كده عده اسئله وكل سؤال تحتيه قيمه ماليه كبيره. ما شاء الله. طب انا ابدا باول سؤال. حادي بادي كرنب زبادي شالوا وحطوا كله على دي. نبدا بالسؤال ده. يا فرج الله يا ابن المحظوظه. 200 جنيه الورقه الخضراء الدولار الاخضر. ما افضل ما يقال يوم عرفه؟ كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. برافو. الله، الورقه الخضراء ايه؟ حلال عليك ال 200 جنيه يا عم. احلى مسا عليك. خد انا كمان سؤال. يلا اتفضلي يا فتاه. 10 جنيه. يلا مش مشكلة، نقرأ السؤال. لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ لماذا؟ أول حاجة بقول لك عشان الناس يوم عرفة ده بيتعرفوا فيه على بعض، وقيل برضو إن سيدنا جبريل عليه السلام أخذ سيدنا إبراهيم عليه السلام وكان بيعرفوا على المكان وبيعرفوا على الناس يوم المشهد العظيم، وقول له أعرفت؟ فكان سيدنا إبراهيم يرد عليه يقول له لقد عرفت. وتالت حاجة قيل في هذا الموضوع برضو إن لما سيدنا آدم عليه السلام وستنا حواء نزلوا من الجنة نزلوا في نفس المكان، فلما نزلوا في نفس المكان سيدنا آدم عرف ستنا حواء وستنا حواء عرف سيدنا آدم في هذا المكان، لذلك سمي بيوم عرفة. كل ده يوم عرفه؟ والله أعلم. يا ما شاء الله. أنا قلت كتير ب10 جنيه، يلا مش مشكلة. بسم الله. 1 2 3 دكان عم مش حياتها. نختار السؤال دوت. والقيمة كام؟ 5 جنيه. ماشي مش مهم. سبب صيام يوم عرفة اللي هو بيكفر ذنوب سنة فاتت وسنة جاية، اللي هم سموها بصغائر الذنوب. تمام؟ بس برضو احنا ما نسيبش الذنوب الصغيره دي تكبر، لان والعياذ بالله احنا ممكن ان اكتر الناس تتحاسب على الذنوب الصغيره ديت لما تكبر، اللي هي قال عنها الله عز وجل في القران الكريم الا اللمم ديت اللي هي صغائر الذنوب، فاحذروا من صغائر الذنوب. بمناسبة الجواب اللي هي جاوبته دوت، أنا بهديها الهدية بتاعتي يعني. اتفضلي يا فتاة. شكرا جزيلا. كده معانا 18 جنيه. ديت ولا ديت ولا ديت، هي شكل ديت. بسم الله ما شاء الله. 100 جنيه. تعال نشوف السؤال. 100 جنيه؟ تعال تقرر عليه يا عم الحاج ولا إيه؟ لماذا يوم عرفة عظيم؟ لماذا بقى؟ يا سلام، لقد قيل فيه اجمل الكلام. اشجيني من الشعر بيت. ليه بقى يوم عرفة ده عظيم؟ لانه كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاه والسلام، ان هو من اعظم ايام ذو الحجه، لان اليوم ده بيكون فيه الاجر مضاعف عن اي يوم تاني. يعني تعمل حسنه، طبعا احنا عارفين الحسنه ب10 امثالها، فاضربوا بقى ال10 فاكتر. فاليوم ده عظيم لان الحسنات فيه بتضاعف باجر كبير. ما شاء الله عليك يا بنتي، ربنا يحفظك اقسم بالله. الله يخليني ليه. خدي هديتك بقى. كيلو باميه. مفيش، هنعمله كيلو باميه عليه. هو مفيش غير اخر سؤال بكام؟ بجنيه. بايه؟ بجنيه. ده ايه ده بيقول ايه ده؟ بالهنا والشفا. ياه. السؤال دوت بقى انا بحبه جدا، اللي هو ماذا يجب ان نفعل في يوم عرفه؟ ننام بدري كده مبكرا بنيه التقوى على الطاعه، ونصحوا كده قبل الفجر كده بساعه ولا حاجه، نصلي 4 ركعات قيام وندعو دعاء طويل، وفي الوقت دوت نتسحر لان الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ونروح جايين مستحضرين كده دعاء جميل. ادعوا بكل اللي نفسكم فيه، اللي عايز يتجوز واللي عايز شقه واللي عايز عربيه واللي عايز بيت واللي نفسه في طقم كويس واللي نفسه حياته تبقى سعيده وكويسه، بأي حاجة. مفيش حاجز ما بيننا وما بين ربنا سبحانه وتعالى. ادعي بخير الدنيا والآخرة، اللي انت عاوزه كله ادعي زي ما انت عاوز. فضل اليوم دوت يوم عظيم. وأقول لكم على حاجة كمان، الحاجة ديت مش نعملوها في يوم عرفة بس، لا احنا نعملوها في الأوقات العادية، ان احنا نصلي صلواتنا ال5 ان شاء الله، ونصلي السنن بتاعتنا، ننام بدري ونقوم بدري عشان نصلي قيام الليل، ونصلي الفجر ان شاء الله، ونصلي الشروق. وكل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى مبارك. وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، واتمنوا لنا من قلبكم الخير. سلام عليكم.